احنا هنمشي بقى بطبق الصابون ده لغايه اخر اليوم صح؟ هي نازله وفلوج متيسر ان شاء الله. هنقعد نسقسق في الصابون عشان نعمل كده. انت هتشرح لي بقى صح؟ انت عايز ني ولا مش عايز ني؟ انا مش عايز احس احساس الرنجه اللي انا حسيته المره الاولى اللي جربتها، فيعني المره ايه؟ انا اول مره اكلت رنجه فاهم؟ لا بص، في عندنا النيجيري، فكك من النيجيري. وفي عندنا الساشيمي، فكك من الساشيمي. ايه تاني معلش؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ النيجيري والساشيمي، فكك من دول. مالناش دعوه بيهم. نيجيري لا الساشيمي والنيجيري. وفي بقى السبيشال اورا برضه، اللي هي بقى الحاجات اللي ايه نفس الحاجات برضه حصل لها معالجه ناريه يا سيدي. ايه رايك؟ انا معاك ما دام مش هاكل كده. في هوسو ماكي بس مالناش دعوه بهوسو ماكي ده. ايه؟ هوسو ماكي. قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا هو ليه المنيو قالب ياباني كده يا عم عمرو؟ في اوشي سوشي، مالناش برضه. اوشي سوشي ده مش طبعا، بس انت ممكن اكلك حاجه فيها جوه حاجه مش مستويه ماشي، ما تحسش بحاجه، تحس ان هو عادي، اللي هو ماشي اكلت سلمون عادي جامد. مشكله. ايه ده بقى؟ ده عسل اسود مخفف بميه. مكتوب اول عليه حاجه بص، شوف الحركه دي، شوف الحركه دي، حتى بص الحركه دي. دوق بقى كده، اوكي دوق كده كده نعمل بصباعك كده. هتجيب طحينه ومش طحينه؟ انت ايه؟ عسل اسود ولا ايه؟ مش عسل اسود. انت عارف ان انا ممنوع من الصويا، ودي اول مره في حياتي ادوق صويا صوص صرف. لما يجي الاكل هدوقك حاجه بيه، اوكي، وقول لي ايه الكلام. احنا هنبتكر طبخه. ريمي يتهيألي مش ماشي. هدوقك. بص، عايز تجربه ان شاء الله تكون مبسوط. ايه بقى الايزي مود اللي انت تعرفه ده؟ عشان تعرف تاكل بسهوله. بص يا باشا، انا عايزك ايه الكلام شايف بقى؟ الدنيا دي كلها. انا هاكلك حاجه بقى ايه، انا هاكلك وانت ايه. ماشي بقك بقى نعمل ايه بقى؟ حته واحده. ايوه، لا كلها. يا عم فاوة. قولي انها وحشه عشان انا هتضايق قوي. والله العظيم طعمها حلو طب جدا. كملها بقى. ها حسيت؟ مش قوي. باشا يا مع عمرو شريف، هتتظبط فاهم؟ حلو قوي. شفت؟ طب ليه بقى؟ انا ليه ما حبيتوش اول مره؟ طب بس قول لي اللي انا حبيته ده طبعا اسمه ايه عشان برضه ابقى عارف. بقك استمتع خالص يعني. بص، السمك مع مش عارف ايه، مع جبنه يعني عيش. ايه رايك؟ طعم تاني خالص. بس متهيألي ابتديت احس بالطعم. يعني مبدئيا كأول مرة يعني كده في التجربة دي معايا، لذيذة في لذيذة. ممكن اسالك سؤال؟ ده في سلمون ده ني. مش فرايد. ده في وليه حبيته؟ ما ده قصدي بقى. انت محتاج تبقى في دخلة معينة للموضوع. دخلت غلط المره اللي فاتت. دخلت في الشمال، يعني دخلت في الحيطة. يعني هو في طبيعي سلمون لما اجي وبتاع. اكل كده بالترتيب ما اعملش كده، ولا انا عشان اول تجربه؟ عشان احنا مش يابانيين. ياكلوا السمك ني، ياكلوا السمك الابيض نفسه كده، والتونه والاخطبوط بياكلوه ني. احنا مش دول. انبسطت جدا والله العظيم. والله عمرو الشريف ده طلع مش اي كلام برضه. خد بقى دي، انت بقى المفروض بقى تعمل ايه؟ خد بقى، هات دي كده اهو تقوم حته كده كده بقى. قطط يعني. ماشي. اعمل ايه بقى؟ حته صغيره. قطم حته صغيره كده بقى. حته صغيره قوي. ما من لا لا لا. بص بقك. هو ده ايه، لافندر ولا؟ ده جينجر. طعمه لافندر قوي. طيب انا عايز اقول حاجه في حق عمرو مهمه جدا، انه انا بصراحه من الناس ده بامانه يعني اللي كانت بتشوف انه شغلانه الفود ريفيو اي حد يا عم يفتح شانل ويعمل فود ريفيوز وبتاع. بس عمرو لما بقعد معاه هو مش هاوي يعني. هو مش بيحب حاجه فبيعملها، وده which is very good لو حد بيعمل كده. بس هو بيروح يذاكر، فانه لما بتقعد تاكل معاه بيروح. انا عشان راجل بتاع تعليم بشم الناس اللي بتذاكر. انا بجرب كتير قوي فاهم، وجرب في اماكن كتير وانواع كتير،
غصب عنك بيبقى عندك خلفيه. هي دي مذاكرتي ان انا اقعد اجرب كتير حلو. واسال ناس كتير واتكلم مع ناس كتير لحد ما اوصل دي مثلا كده ودي كده ودي كده، يبقى عندي خلفيه كبيره جدا في الحته دي. بس في لقطه يعني انا اكلت سوشي كذا مره على فكره، وفي منهم مره مع كريم اسماعيل، ودخلت وكان يمكن كان هو حلو، بس انا ما عرفتش ادخل للاكله دي ازاي. يعني احنا لما اكلنا انت كده دخلت دلوقتي. انا مثلا بحب كرامز اند كلوز جدا وباكل على طول وما بدوس في اي حاجه بتبسط، بس المره اللي قعدنا فيها اكلنا سوا وراء الكواليس بجد كانت تجربه مختلفه جامده. ترتيب الاكل والفلو بتاعه ده، فدي كانت حاجه الصراحه. بقى الفكره بقى فين بقى في الرولات؟ ان كل رول بيبقى ليه مذاقه الخاص. ده كابوريا مع جبنه، ده رز. بقى رز دلوقتي بقى رز كريسبي، ده حاجه ما قلتهاش قبل كده بقى دلوقتي في الحته دي. حاجه بالجلاش، حاجات غريبه. يلا بينا. جامد. انبسطت جدا جدا والله العظيم. السلام عليكم. ده ما تقول لنا كده وراء الكواليس، احنا ايه الحوارات اللي هنعملها الفتره اللي جايه؟ يعني انا بص، هو حسب اصلا الفيديو هينزل امتى. فانت لو هتنزله كمان سنه باشا الفيديو هينزل النهارده بالليل، فانا هكون اصلا سافرت. حالة عمرو شريف يا جماعه. انا عارفه، هو ما شاء الله شاهين ده بيسرح مع نفسه. يعني ممكن الفيديو ينزل كمان سنه مثلا اكون جبت التاني مثلا عيل تاني. لا خلاص بقى في ناس وتيم وحركات ومونتاج وكله. النهارده ان شاء الله الفيديو ينزل. الموضوع انتهى. النهارده كام؟ النهارده 8 نوفمبر. النهارده 8 ماكسيمم 9 نوفمبر هتلاقوها على القناه ان شاء الله عشان المصداقيه. انا حاليا ما قلتش للناس يعني انا هعمل ايه، بس انا حاليا بحاول اجهز السفريه محترمه، وفي الغالب هعرف بكره هسافر ولا مش هسافر. جامد اصلا ادعوا له بقى يا جماعه لو الفلوج ده نزل ادعوا له. لو هو فيها خير بقى فربنا يسهل، ربنا يسهل يا جدعان. فانا مفتقد الكاميرا. انا صاحي الصبح النهارده. بص انت المشكله انت بقى دخلت في مود البيزنس، هو اي كونسيوم وات ايفر والبيزنس والشركات والامبلويي في الهيرو ده انت عندك اتشتت وقت والسبام تايم بتاعك فاهم. فهو بقى يبدا يعمل كده، انا بتفرج عليه بعمل كده. يا ابني والله يعني انا حياتي كلها انا اتربيت في شركات، فهعمل ايه؟ طلعت لقيت نفسي ابن الشركه ابن الشركه. احنا كان في ناس شركتك يا شيخ. جدا والله جدا. انا في لقطه كده اقول لك انت كده اتكهربت. ايه ده؟ يلا بس مين بقى نورنا وشرفنا في هذه التجربه بفلوج بالموبايل؟ انا طبعا مش هو. كريم بيه السيد. احنا عملنا الفلوج من غيرك. تمام. انت ما جيتش في مواعيدك. ينفع كده؟ طبعا ينفع فايه ده؟ ليه يا عمرو الشريف ليه؟ بحب حاجه احترافيه صح؟ انت عمال بعكه. اصلا نص الفلوج من فوق كان مقطوع، يعني دماغتنا كانت مقطوعه وبايظ، فتقريبا دي الحته الوحيده تبقى. شكرا يا عمرو الشريف والله. لا عمرو الشريف، لا تعالى عمرو الشريف بجد النهارده عمل لقطه خطيره وفاتك تجربه بنت لذينه. بس هيقعد يرمي كلام. السؤال بقى، انت بتحب السوشي؟ انا حبيته. علاقه جديده يعني. عملت لا قصدي علاقه حب جديده يعني. حبيته الصراحه يعني بقى بقيت احبه. ما كانش عندي خلفيه عنه، بس لما جربته عجبني لان انا بحب اصلا حاجات الرول. هما الانجليز كده. هما الانجليز بيبانوا من مواعيدهم قوي الاول الساعه 8 بالظبط يا فندم، فاهم بالظبط. قاعدين فاهم حاطين الاطباق ومستنيين اهو. هو كريم يجي يتست معانا. مزايا كتير جدا، من مشاكله حوار المواعيد. مواعيد. انت الراجل شافني اول يوم كنت معترف صح والله غصب عني. لا يمكن لا بص ايه، دايما تدي للناس 3 مرات او صحيح. انت انا مره اتاخر عليك 10 مرات. لا والله مبسوط ان احنا شفناك النهارده. انت عارف يعني احنا بقالنا كتير جدا انا مش عارف افلوج، والنهارده صحيت الصبح النهارده هنفلوج. النهارده فلوج. مين عمل لك الحلقه دي؟ عجبك؟ بس بعد الفيديو مبسوط ان اليوم بدا بعمل ستوري الصبح كده بقول للناس يا جماعه نعمل فلوج، طب ايه رايكم؟ نزلت من غير الكاميرا، الفلوج ده اتصور بالموبايل عشان كده هتلاقوا اكتر الفيديوهات بايظه. متشكر على المتابعه وشكرا لكل الناس اللي كانت بتسال عليا وانا تعبان، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتروحوا تتفرجوا على الحلقات بتاعت شاهين شو كاست اللي بدات تنزل تاني على القناه. اشوفكم على خير، سلام. دي بقى بطاطس مملحه مع الايس كريم. طبعا عمرو الشريف لازم يجرب بقى التجربه دي.